رغم انتهاء الموسم الكروي إلا موسم المشاكل والخناقات مستمر. رغم انتهاء متعة وإثارة كرة القدم إلا إن إثارة الخلافات والصراعات مستمرة حتى الآن. مرتضى منصور أنا خارج المشهد من الآن. مرتضى منصور هعمل اجتماع مجلس الإدارة بس المرة دي من البيت. زمان كنا بنسمع عن طالب واخد المدرسة من منازلهم، يعني طالب منازلي، انما رئيس مجلس ادارة نادي محترم زي نادي الزمالك، نادي تاريخي ونادي عظيم، يكون رئيس مجلس ادارته منازل. ده اللي جديدة، والله جديدة. احنا في العصر الجديد ومع المستشار مش هتقدر تغمض عينيك. مرتضى منصور اللي طلع وقال انه خلاص من النهاردة ملوش علاقة بنادي الزمالك، ملوش علاقة بالاحداث اللي بتدور نادي الزمالك. مصلحة نادي الزمالك ان انا هبعد، طب انا هبعد من النهاردة. انا مش رئيس نادي الزمالك ومليش اي صفة. 24 ساعة يا مؤمن، 24 ساعة سواد الليل والاقي معالي المستشار بيدعو لاجتماع مجلس الإدارة بس من بيته. معالي المستشار جاب كل الأعضاء وقال لهم بالفم المليان اوعى حد فيكم يستقيل. الروح في ده يا اخوان، اوعى حد فيكم يستقيل. الدولة عايزاكم والدولة مصممة عليكم. سيبوكم من شوية العيال اللي بيتكلموا دول، اخرهم ايه يعني؟ هيجعجعوا لهم شوية على الفيس، طب شوية على اليوتيوب، بس احنا مكملين. المجلس مكمل لحد 2025. بس انا ماليش دعوة، انا ماليش علاقة بالموضوع، انا مش رئيس النادي. بس انا هقول لكم على حاجة، انا رايح بكرة احل مشكلة مش عارف ايه. انا جالي جواب بصفتك ايه؟ عايزين نفهم بقى ازاي سيادتك رئيس مجلس الادارة ولا سيادتك مالكش علاقة. خلتنا نتكلم بالنوبي وبالهندي ومحدش فاهم حاجة. فاكرين اغنية 4 دجاجات ودجاجة، ولا 4 فرخات ودجاجة ومحدش فاهم حاجة؟ هو ده الوضع في نادي الزمالك. الوضع لا يسر عدو ولا حبيب. واحد بيقول انه بره المشهد وهو اللي بيقود، واحد بيقول انا ماليش علاقة باي شيء وبيقول انه خلص الصفقات. انا هعمل وانا هسوي، وفي نفس الفيديو يقول لك انا ماليش دعوة يا اخواني، يا اخوان يا ممدوح، انا ماليش دعوة يا ممدوح، يا ممدوح انا بره المشهد يا ممدوح. هو انت فكرنا شويه عيال صغيرين نرجع في كلامنا يا دوحه؟ لا يا ممدوح، انا قلت خلاص مش راجع، بس انا عامل اجتماع صغير كده. ده اجتماع حبي كده. هو انت فكرني انا عامل اجتماع معاهم عشان انا رئيس مجلس الاداره خالص؟ هو انت مفكر ان انا يعني عايزه الكرسي؟ لا يا ممدوح، ده انا الكرسي في النادي وحشني، فقلت اجيب الكرسي معايا في قلب البيت. اقول لك على حاجه، طب يلا نطلع من البيت ونروح المكتب ونعمل فيديو نص ساعه وقناه نادي الزمالك تذيعه رأي المستشار مرتضى منصور، والمستشار بيتكلم والمستشار بيقول طب هو مين اللي بيقود نادي الزمالك يا دولة؟ احنا جماهير نادي الزمالك عايزين نعرف مين رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. سؤال شرعي وسؤال بسيط محتاجين له الإجابة. من وجهة نظري المستشار مرتضى منصور هو رئيس نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور هو اللي بيقود نادي الزمالك. مفيش خطوة بتتم في نادي الزمالك إلا بعلم المستشار. عايز دليل على كلامك؟ حاضر. لما النور يقطع في نادي الزمالك من الساعة 10 بالليل، يعني من بعد صلاة العشاء، محدش يقدر يعمل كده إلا معالي المستشار مرتضى منصور. لما يطلع يتكلم ويقول أنا بقول لكم ما تستقلوش وخدوا على مسؤوليتي إن الدولة عايزاكم، يبقى مرتضى منصور اللي بيقود. لما يدي تعليمات وتوجيهات ويجيب المدير المالي للنادي يقعدوا في اجتماع المفروض انه قعدة مصطبة ملوش علاقة بالنادي، يبقى هو رئيس نادي الزمالك. بطلوا تشتغلونا وبطلوا تضحكوا علينا وبطلوا افلامكم الحمضانة، لان الافلام اللي بتعملوها اتهرست في الافلام العربي بدل المرة 100,000 مرة. ده كان اول جزء بيخص المستشار مرتضى اللي بيقول انا مشيت وانا طلعت هنا قلت على جثتي لو قدر يعدي اسبوع واحد
من غير ما يطلع في الاضواء ويعمل فيديو ويتكلم عن نادي الزمالك، وقد كان وعمل الفيديو المره دي نص ساعه. اما بالنسبه للاستاذ خالد لطيف اللي بيقول يعني استقالت هي اللي هتصلح النادي. يا اخوي استقالتك اللي هتصلح النادي، ما تمشوا يا جدع وتسيبوني. عايزين مننا ايه؟ احنا بنقول لكم مش عايزينكم، والدنيا كلها بتقول لكم مش عايزاكم. ده انت ذات نفسك بدلتك اللي لابسها بتقول لك ابعد عنا وسيبنا في حالنا. يا استاذ خالد يا اللي بتقول هنحارب على مصلحه نادي الزمالك، هو سيادتك كنت بتحارب فين؟ في بابجي؟ كنت بتلعب بابجي مثلا؟ هو نادي الزمالك قاعد في بوشينكي؟ يعني عايزين نفهم سيادتك بتحارب في ايه؟ يعني عملت ايه عشان خاطر نادي الزمالك؟ طب الفترة اللي جاية هتحارب وتعمل ايه؟ يا راجل ده انت ما انتش قادر تاخد قرارا لما ترجع للمعزول اللي قال لك انا ماليش علاقة، واللي قاعد يقول لك انا هقول لكم تعملوا ايه وتسووا ايه. انتوا ما ينفعش تقودوا نادي الزمالك، انتوا اخركم تتفرجوا على نادي الزمالك ومن شاشات التلفزيون مش من جوه النادي. عايز تعرف الخير هيجينا ولا لا لما تتنازلوا وتبعدوا عن النادي؟ احنا هنخش على منعطف تاريخي، امشوا وسيبونا في حالنا. اظن الامور سهله وبسيطه. اما بالنسبه للكابتن احمد حسام ميدو اللي معاه المستشار قال كده انه اتصل بيه وقال انا بتشتم 24 ساعه مع المستشار، وهو قال له انا بتشتم بقالي 24 سنه. طب ما ترحموا نفسكم من الشتيمه وتريحوا نفسكم وتقعدوا. ايه اللي جبرك ان انت تتشتم 24 سنه؟ ده عادل امام قال بعد 14 سنه خدمه في ثانوي بيتقال لي انت كسرت القاعده وخليتها 24 سنه. طب ليه؟ ايه وجه الاستفاده؟ ايه اللي يخلي انسان يستحمل سبه وشتمته واهانته 24 سنه يا معالي المستشار؟ اما بالنسبه لموضوع سيد عبد الحفيظ اللي سيادتك اتكلمت عنه وقلت انه خلاص سيد مشوه عشان دوره انتهى، وانا مش عارف ازاي اصغر مؤلف قانون في مصر واكبر محامي في الوطن العربي يقول جمله زي دي. عارف ده معناه يا معالي المستشار؟ معناه ان سيادتك بتقارن نفسك بسيد عبد الحفيظ. انت كرئيس نادي الزمالك وسيد عبد الحفيظ مع كامل احترامي له بس مدير كوره، حطيت راسك براسه. انت مشيت فسيد يمشي، انت موجود فسيد موجود. والمعنى الاهم من جملتك ان سيد هو الوحيد اللي كان بيقدر يرد عليك، عشان كده كانوا مسيبينه. كان بيشكمنا، بيلجمنا، بيسكتنا. وانا بصراحه يعني شايف ان الموضوع ده ما كانش ينفع تتكلم فيها مع المستشار. ملناش دعوه يا محي، خلينا كل واحد هنا في حاله. انت ما سمعتش فول الصين العظيم بقى دلوقتي سيد السور الاهلي العظيم؟ ايه يا معالي المستشار؟ اما بالنسبه لموضوع عوده سيد عبد الحفيظ للنادي الاهلي وان القرار الكل هيتراجع فيه والاشاعات اللي شغاله بقالها يعني 48 ساعه، بصراحه ما رضيتش اطلع اتكلم الا لما اتاكد من الموضوع. النادي الاهلي مش هيرجع في قراره، وده لعده اسباب مهمه. بعد العيد ما بيتفتلش الكحك، يعني خلاص الصدمه جمهور الاهلي خدها وخلاص الامور هديت. تاني حاجه خالد بيبو خد اول قرار بعقوبه احمد عبد القادر اللي نالت استحسان كتير من الاهلاويه. تالت حاجة كل ما الايام بتعدي كل ما الامور بتهدى، بتبقى النار مشعللة وعالية، مع الوقت بتهدى وشوية مية صغيرين بتنتهي النار. يعني سيد عبد الحفيظ مش هيرجع النادي الاهلي ومفيش عودة لسيد عبد الحفيظ، لان خلاص زي ما اتقال النادي الاهلي حط كرامته وكبرياءه في قراره وما بين رجوع سيد. هل السوشيال ميديا الاهلاويه هتاثر على الكابتن محمود الخطيب لدرجه انه يتراجع في القرار ويبقى سيد عبد الحفيظ اقوى من قرار الخطيب ويبقى سيد عبد الحفيظ اقوى من مجلس الاداره؟ وهل حسام غالي اللي على خلاف شخص اصلا مع سيد عبد الحفيظ هيقبل بده؟ ده اللي مستحيل يحصل. سيد هيقعد سنه على الاقل على ما يرجع للنادي الاهلي، وده شيء طبيعي ومنطقي لان القرار كان المفروض ان هم دارسينه، ومعنى ان هم خدوه
انتوا يعني مقتنعين بيه؟ معنى ان سيد عبد الحفيظ يرجع دلوقتي يبقى بيهد استقرار مجلس الاداره، وده اللي مش هيسمح بيه لا الكابتن محمود الخطيب ولا حسام غالي. اظن كده الرؤيه وضحت، واظن كده الامور بانت، ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم. وادعم اخوك باللايك، ده احنا بنشر عرق يا اخوانا. ادعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندي.